يا اخي في ذمتك ودينك دي لعيبه بياخدوا مرتبات كل شهر حوالي اكتر من نص مليار جنيه. يا اخي في ذمتك ودينك ده مدرب الاهلي جايبه بياخد ربع مليون دولار في الشهر. يا اخي في ذمتك ودينك دي لعيبه بتلعب عشان روح الفانيلا ولا بتلعب عشان الفلوس؟ دي لعيبه تحس ان هي جايه تأدية واجب، هلعب الماتش ده وراح اروح خلاص على كده مش عايز حاجه تاني. اللعيبه ما عندهاش تم يا جدعان، المدرب ما عندوش فكر. طب بص اللقطه اللي انا حاططها لك دي، نص اللعيبه بتهاجم ونص اللعيبه بتدافع. طب مين اللي هيربط بين الخطوط يا جماعه؟ مين اللي هيربط بين الخطوط؟ انت دلوقتي حاطط نص اللعيبه بتهاجم ونصهم بيدافع ومفيش حد يربط بيناتهم. امام عاشور بتلعب مهاجم تاني جنب مروان عثمان اوتاكا. مروان عثمان اوتاكا يعمل ايه اصلا؟ هو ده مهاجم؟ هو ده مهاجم يا جماعه؟ يا جدعان ده مهاجم؟ يا جدعان شفنا حسين الشحات بعد ما نزل عمل ايه؟ الواد قلب الماتش حرفيا. ده وليد صلاح الدين ساب اللعيبه وساب المدير الفني اللي شايلين نيله وجاي يجري ورا الحكم. ولو على ضربه الجزاء فهي ضربه جزاء واضحه يا جماعه. يا جماعه الكره كانت ماشيه طالعه كده معموله عرضيه، الكره كانت طالعه كده فجاه لقينا الكره بتخبط في الارض. انت مثلا ممكن تشوفها مش شايفها ان هي خبطت في ايد اللاعب، مش ازاي يعني مش شايفها؟ الكره قدامك خبطت في ايد اللاعب ردت في الارض، ضربه جزاء واضحه جدا. لكن احنا مش هنفضل نجري ورا الحكام، نشوف اللعيبه بتاعتنا. اجري بقى على اللعيبه بتاعتك، اجري على المدرب بتاعك، شوف الفرقه اللي شايله حزن. ما هي مش ناقصه قرف يا جدعان. هو احنا مش بندفع فلوس حرام في اللعيبه دي؟ مش بندفع فلوس حرام في المدرب ده؟ ما كانش غصب عنا ان احنا نقعد مدرب يخسرنا بطوله دوري ابطال افريقيا ويخسرنا الدوري ويخسرنا الكاس ويخسرنا؟ لا يعني مش مكتوب علينا كده، مش مكتوب علينا كده. شوف الزمالك في ظل الازمات اللي هو فيها، مش عايزين نفضل نقول الزمالك، مش عايزين نفضل نقول اسامه علي، مش عايزين نفضل نقول ده وده وده. ده اليو ديانج اللي انت عايز تجدد له ب 2 مليون دولار. 2 مليون دولار مين يا عم؟ مفيش لاعب، مفيش لاعب في الدوري المصري او مفيش لاعب في لعيبه النادي الاهلي دي يستاهل 5 مليون جنيه. ايه القرف ده؟ اللاعب بياخد، زيزو ده بياخد 100 مليون عليها، بيعمل زيزو عشان ياخد 100 مليون؟ بيجري على الخط ارفع ويا ريتها بترفع، يا ريتها بتترفع. المدرب مفيش حاجه خالص عنده ان هو ياخد ربع مليون في الشهر. يا ريت ربع مليون جنيه، ده ربع مليون دولار. اهدار 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 في النادي الاهلي. عبث 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 في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بقاش فيه كوره، ولا بقى فيه مدير فني، ولا بقى فيه رئيس نادي، ولا بقى فيه رئيس كوره، ولا بقى فيه اي حاجه خالص. من ساعه ما انت مشيت من الاول، من ساعه ما انت مشيت رئيس النادي الاهلي، رئيس الكوره ومدير الكوره سيد عبد الحفيظ، والدنيا باظت. بعد كده رجعته، بس انت رجعته بعد ايه؟ بعد ما الدنيا باظت خالص. لجنه سكاوتنج مشيتها بعد ايه؟ بعد ما ملت لك الدنيا خالص. النادي الاهلي ما بقاش حد فاضي ان هو يمسكه. النادي الاهلي هفضل اقولها ما فيهوش اداره. طول ما النادي الاهلي ما فيهوش اداره الدنيا ماشيه فيه بس ترمه كده، الدنيا ماشيه فيه سلطه، الدنيا سلطه وماشيه في الاهلي كده وخلاص. كل واحد شغال علشان الفلوس بس. يا اخي في ذمتك ودينك مروان عثمان اوتاكا ده مهاجم؟ في ذمتك ده مهاجم؟ في ذمتك محمد شريف ده مهاجم؟ في ذمتك كاموش ده مهاجم اللي طلعته بره القايمه اصلا، اللي المدير الفني عنده مشاكل مع اللاعب جاي يلبسها في النادي؟ في ذمتك اشرف بن شرقي ده لاعب؟ في ذمتك سيسو ده لاعب؟ في ذمتك امام عاشور ده لاعب؟ في ذمتك افضل اقول لك اللاعب مفيش لاعب فيهم. مفيش لاعب في النادي الاهلي لعب المباراه دي غير ياسر ابراهيم، والله العظيم عشان الهدف. لكن اللاعب اللي تحسه خايف على روح الفانيلا، اللاعب تحس انه مش عارف كده، تحس ان اللاعب مهما يغلط مفيش غلطات للاعب. مهما يعني تحس انه هو اللاعب التقيل كده في نظر الجمهور، حاجه اكرم توفيق كده. وبرغم ان هو ساب العروض اللي بره وكمل مع النادي الاهلي ياسر ابراهيم. لكن تبص محمد هاني، يا جدعان اللعيبه دي كانت متعفرت اصلا مع المنتخب. يا ريت هقول لك اللعيبه دي ما عندهاش، لا اللعيبه دي عندها بس مع المنتخب بس لا، يعني مع المنتخب بس لا عشان مدير فني. طب ماشي سيبك من المدير الفني، انت مش هتلعب عشان المدير الفني شخصيته ضعيفه، بس احنا بالنسبه لك احنا كجمهور مالناش لازمه؟ بالنسبه لك النادي الاهلي ايه ملوش لازمه؟ هو بقى السهريه بقت سهريه مدير فني بس، البس كله في المدير الفني بس، اشمع علق شماعه الفشل بتاعتي على المدير الفني بس. خلاص اللعيبه ما بقاش عندها شخصيه، ما بقاش عندها روح. يا جماعه احنا كنا بناخد بطولات من غير مدير فني، والله كنا بناخد بطولات من غير مدير فني. بيبقى اي حد كده واقف على الخط واللعيبه بتاخد بطولات. لا دلوقتي ما بقاش موجود في النادي الاهلي خالص. ما بقاش في اصلا في النادي الاهلي حاجه اسمها ان انا اروح العب لما مثلا انا لو انا دلوقتي لاعب والناس كلها شايفه اللاعب اللي جنبيه ده وحش، والناس هتشيل الغلط لو انا غلطت، الناس هتشيل الغلط ده للاعب اللي جنبيه. انا كلاعب في النادي الاهلي، في يعني ناس كتيره في النادي الاهلي بتعمل ايه؟ لو انا دلوقتي لاعب كوره والناس بعد ما اخسر هتشيل المدرب، بلعب براحتي بقى، ما انا مش هشيل حاجه اللي هيشيل المدرب. فدي قمه العبث في لعيبه النادي الاهلي. لازم يا جماعه. طب هقول لك على حاجه، احنا ليه ما مشيناش مارسيل كولر من بدايه الموسم من قبل ماتش الترجي؟ لو كنا جبنا مدير فني محترم مثلا عماد النحاس او اي مدير فني محترم مؤقت، او جبنا علي ماهر، كنا زماننا دلوقتي يا جماعه مكملين في دوري الابطال، مكملين في الدوري، ما كناش طلعنا من كاس مصر، كان زماننا في 3 بطولات.
لكن انت دلوقتي طلعت من بطولتين والثالثه مهدد ان انت تطلع بيها، ومش مش مهدد بس ان انت تطلع منها، ده انت مهدد ان انت ما تلعبش دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي. انت دلوقتي بينك وبين سيراميكا كليوباترا كام نقطه؟ حوالي 3 نقط، او مش 3 نقط، ده نقطتين بينك وبين سيراميكا كليوباترا. فانت دلوقتي بقت مهدد ان انت تلعب كونفدراليه، بقت مهدد ان انت ما تلعبش الدوري. انت دلوقتي بقت حاليا في النادي الاهلي يوسف بالعمري. يوسف بالعمري يا جماعه كان منفجر بره، اللاعب ده كان منفجر بره حرفيا. هو جه عندنا على اللي حصل له. اشرف داري من بعد ما طلع من النادي الاهلي ما جالوش اصابه. لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط. هتقول لي ده ذنب مين؟ هقول لك زمن العاملين، ذنب العاملين في النادي الاهلي، ذنب العاملين اللي مرتبهم 4000 و5000 جنيه، وانت بتدفع ملايين الدولارات على لعيبه وسايب العاملين تديهم 5000 جنيه. ما هو ده ذنبهم. اصل كل حاجه، كل غلط ليه غلط، كل رد فعل ليه رد فعل. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيرضى بالظلم، عمره ما هيرضى بالظلم ان انت تجيب مدير فني اجنبي تدفع له كذا، وتجيب لعيبه تدفع لها كذا. ويا ريت اللعيبه بتأدي، يا ريت اللعيبه بتأدي. ما حدش يسال مصطفى شوبير غلط. مصطفى شوبير يا جماعه ما حدش يشيله غلط. الهدف ده كان يعني سوء توفيق من مصطفى شوبير، صد الكوره ومش عارف ايه، وده يطلع يقول لك الكوره ما صدهاش بالطريقه دي والكوره دي ما تصدش بالطريقه دي. لا، ما تطلعش تجتهد خلاص على كده. الكوره دي بالنسبه لمصطفى شوبير انتهت، لكن بالنسبه للعيبه كلها مفيش لاعب يستحق يلبس التيشيرت. انت بتتكلم في ايه؟ والله ما في لاعب غير ياسر ابراهيم يستحق يلبس تيشيرت الاهلي. فور بدايه من الموسم الجديد، تفور بدايه من الموسم الجديد، تفور مدير فني، المساعدين بتوع المدير الفني، مدير كوره، عايز اقول لك رئيس نادي. خلاص نفور النادي الاهلي ونبدا نجيب. والله حسام غالي يا جماعه كان عنده حق. حسام غالي لما طلع وقال لك ان النادي الاهلي فيه ناس شغاله كده بالواسطه، والله كان عنده حق. وده حصل لما احنا مشينا لجنه السكاوتنج كلها، وطلع هاني رمزي وقال لك احنا مكملين مع النادي مع الخطيب، بس احنا ما بنعملش حاجه. دي كانت واسطه يا جماعه. والله حسام غالي الاحق دلوقتي ان هو يمسك رئيس النادي الاهلي. مش بشيل ده دلوقتي الخطيب، لكن احنا بنشيل ده الخطيب من قبل دلوقتي اصلا. الخطيب غلطان من قبل دلوقتي. الخطيب اداؤه سيء مع النادي الاهلي، مش فاضل النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ تيسير ما كانش فاضل النادي الاهلي. طب انت اصلا بتحضر ليه اصلا التدريبات؟ لازمتها ايه حضورك في التدريبات يا جماعه؟ كفايه، اقسم بالله كفايه. وصلت معايا لحد هنا، ما تنساش المتابعه واللايك. ان شاء الله الفتره الجايه تكون كويسه للنادي الاهلي. سلام.